على مدار حوالي 100 حلقة في حاجات علمت مع الناس أكتر من غيرها. إيه؟ اشمعنى تونس؟ أيوه، اشمعنى تونس يبقى عندها رئيس واحنا لأ؟ اشمعنى تونس؟ دمي يلطش مش ممكن. الو. بتفرج على الموسم الاولاني بتاع البرنامج. مش عارف الناس كانت بتتفرج عليه ازاي. ايه نظام الموسم الثاني؟ ها؟ ايه؟ سمعتي اي حاجه عن باسم يوسف الفتره اللي فاتت؟ باسم يوسف انا شفته مره بيبيع مناديل في الشارع. سمعت اي حاجه عن باسم يوسف الفتره اللي فاتت؟ عملت ليه متلقح تحت الكوبري؟ انا شفته ماشي لا مؤاخذه ماشي بطال. اقرا الخبر، فضيحه الدكتور، فضيحه بجلاجل، اقرا الخبر، اقرا الخبر الفضيحه. اللي عايز يشتغل في الاعلام يدرس اعلام، مش يدرس طب ويشتغل في الاعلام. ومضينا عليها وبعتناها ولا حاجه بتنفع معاه. يعني في ناس بتقول ان هو ما بيعرفش يمثل. يعني دكتور والدخ. بس باسم يوسف يعني صعب قوي لانه اوريدي اوفر. انا ما بستظرفوش خالص خالص. واحدة بطاطا الله يخليك. أهلا بكم في برنامج البرنامج. عايزين انا؟ بجد؟ اتفقتوا على الفلوس؟ طب خلاص نازل 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 اتقدم وكفايه خلاص تتقدم. للنور، الشمس للنور مش هيعطلنا سور. كل ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم بتقدم.
مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. اهلا بيكم في الموسم الثاني من برنامج من مسرح سينما راديو. لاول مره في مصر بنقدم برنامج تلفزيوني بجمهور حقيقي. احنا الحقيقه جددنا المسرح العظيم ده. المسرح ده على فكره اتعمل سنه 39. اخر واحد عمل مسرحيه عليه كان الفنان محمد صبحي، ومن ساعتها ما حدش عمل عليه حاجه. احنا الحقيقه جددنا المسرح دهوت وصرفنا عليه كتير قوي. لا يعني هو اتكلف كتير الحقيقه. لا يعني اتخرب بيتنا، يعني مش مشكله. بس احنا قلنا ان ده يعني لازم حلمنا ان احنا نقدم برنامج على المسرح لازم يتحقق. عشان كده دلوقتي احنا عندنا مساحه كبيره جدا، وعندنا مساحه ممكن نعمل فيها افكار ما كناش نقدر نعملها السنه اللي فاتت. لكن فلوسنا خلصت الحقيقه. يعني فالبرنامج السنه دي زي البرنامج السنه اللي فاتت بالظبط. انا على المكتب، كلمه فيديو حاجب صوره، ما فيش اي فرق خالص السنه اللي فاتت. هو ماديات باين عنكم بقى، معلش. عشان كده احنا عايزين نتوجه للجمهور الحبيب اللي يحب يساعد وفي نفس الوقت عايز يتطهر من ذنوبه. انا بناشد الجمهور ان هو يتبرع على حساب 6 تلاتات. احنا والنهضه واحد يعني. فاللي عايز يتطهر او عايز يغتسل او يتشطف فممكن يتبرع، لان احنا فعلا في ازمه. يعني امال فاكرين خدنا منكم مبادرات ليه؟ شريحه راجعه ان شاء الله. فالحقيقه دي اول حلقه، واحتمال بسبب الفلوس او اللي هيتقال فيها هتبقى اخر حلقه. يعني حريه اعلام وكده انتوا عارفين. لا هو الحقيقه هو في حريه اعلام. يعني هو قالوا ان لن يقصف قلم. هو الاقلام موجوده، القنوات بتتقفل، فربنا يستر. والآن سيداتي أنساتي سادتي، نبدأ الحلقة الأولى من برنامج البرنامج. اهلا بكم في اولى حلقات برنامج البرنامج. السنه اللي فاتت زي ما انتم عارفين انا قضيت معظمها في النسانه على يسري فوده والاستوديو الكبير بتاعه. لكن اخيرا بقى عندي مسرح ومساحه ممكن اغيظ بيها يسري فوده للابد. مسرح يا يسري! نفسيات 2 يا يسري. ميكروفونين. انتوا روحكم من بره، رحتوا فين؟ ميكروفونين. هنا مكتبي، هنا مسرح، وورايا شاشات ملهاش اي 30 لازمه، مش هتشوفوا منها حاجه. وهنا جمهور اول حلقه. ميرسي. شكرا. انا سعيد ان انتم مبسوطين، لان احنا بعد غياب رجعنا تاني. كانت في شويه عكوسات ان احنا نرجع، بس في الاخر رجعنا تاني. السنه اللي فاتت الحقيقه طلع عليا كلام كتير جدا على الانترنت، زي مثلا ان انا خادم ساويرس، طفل ساويرس، وطبعا كلب ساويرس. الموضوع الحقيقه كان بيأثر فيا جدا، لكن كل لما افتكر ال1,350,000 جنيه اللي كنت باخدهم في الحلقه لسه زي ما هم. بنسى الكلام ده كله. بس الفلوس يا جماعه مش كل حاجه. عشان كده انا قررت ان انا اسيب اون تي في. فعلا الفلوس مش كل حاجه، وخصوصا ان انا هنا هاخد فلوس اكتر بكتير جدا الحقيقه.
حاطين فيها سيليكون مش عارف. انا مش مادي خالص على فكره زي ما انتم شايفين، بس بجد انا ما سبتش اون تي في عشان الفلوس، دي حقيقه. انا سبت اون تي في مبدئيا لان اونكل نجيب سحب مني الخط. فضلوا يقولوا عشان لازم نكون مع بعض، واتفاجئت ان انا مش معاهم في الاخر فعلقوني. بس انا عشان كده انا قررت ان انا اجي السي بي سي، القناه الثوريه بجد. انا بعلن ان انا كنت ندمان السنه اللي فاتت ان انا كنت في اون تي في، لان يسري فوده وريم ماجد كانوا ضد الثوره على طول الخط، في الوقت اللي فيها مذيعين سي بي سي كانوا مع الثوره من اول يوم. هم كانوا مع الثوره من اول يوم معاها يعني. لا بصراحه انا كده كتير بصراحه، مش قادر يعني كده كتير. الواحد ممكن يتنازل عن مبادئه عشان الفلوس، بس ممكن يخدع نفسه عشان الفلوس، بس الفلوس مش كل حاجه. انا ما اقدرش اكمل في سي بي سي هي اللي دعت الثوره اساسا. مش بقول لكم مش مادي خالص. فاكرين يا جماعه، يعني هفكركم دي حقيقه، فاكرين لما مذيعين سي بي سي كانوا في ميدان وكانوا بيقولوا لمبارك امشي امشي، انت ما بتمشيش ليه؟ دي صوره حقيقيه على فكره. نشيل بس الفلوس عشان تفتكروا ان انا بقول كده عشان الفلوس خالص. مفيش يعني المهم يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان انا الحقيقه سعيد جدا ان انا انضميت لسي بي سي، لان الحقيقه سي بي سي قناه محرضه. لا هي قناه متحيزه. بصوا مشوها ثوريه موضوعيه، معلش يعني اكل العيش مر. عماد اديب كان هو ادمن خالد سعيد. انا عارف ان في ناس بتتهم سي بي سي انها يعني ممكن تكون، بصوا في ناس بتوصفها انها، بصوا هي قناه فلول من الاخر بصراحه. هنضحك على بعض، هي قناه فلول، هي قناه فلول. لكن جه الوقت بصراحه ان انا اوري لكم الصوره الحقيقيه لسي بي سي. نبتدي بالمتصلين. المتصلين في سي بي سي الحقيقه ناس مختلفه خالص عن اي حد تاني. اتفضلي يا امنه. جود ايفنينج مدام لميس. اهلا يا فندم، جود ايفنينج. انت مستغربه ان انا اسمي امنه بقول لك جود ايفنينج، لان انا بني ادمه محترمه جدا جدا من مصر، وساكنه في مصر الجديده. جود ايفنينج من اللميس. اصلي من مصر الجديده من اللميس. مش فاهم اللي يقول مساء الخير في القناه دي بقى ولا ايه؟ مش فاهم انا. الطبقيه دي ما علينا كنا بنتكلم على الناس اللي بتتصل بينا. الحقيقه هم هنا ناس في منتهى اللطف بشكل مبالغ فيه. عليكم السلام يا فندم. المبتسمه العظيمه، بحيي نشاطك وبشاشتك، دايما كده مبتسمه يا رب، واجمل حاجه يا رب ابتسامتك، يعني اضحكي كده يا رب وعلى طول زي الابتسامه بتاعتك الحلوه. ربنا يخليكي. مش ممكن مدام لميس، والله ضحكتك فظيعه تجنني يا اختي عليكي، والله العظيم بجد. يعني ابتسامتك عسل والله العظيم يا اختي، والله العظيم بجد فظيعه. يعني انا شخصيا ابتسامتك بتطلع عيني اللي خلفوني، بس انت فظيعه والله. انا الحقيقه ببتسم على روح كل ما اشوفك والله العظيم، وده تاثير مدام لميس وابتسامتها على الناس. الحقيقه تالقها ورقتها بتخلي لها مكان خاص في قلوب ناس كتير. انتوا عارفين لما بشوف مدام لميس بحس براحه نفسيه، هدوء، سكينه، بحس بالامان. انا بقبل النقد قوي، انا بقبل النقد جدا وبرد عليه. مش معجب بالاسلوب اللي حضرتك بتديري بيه. مش مهم تبقى معجب يا فندم، انا ما طلبتش اعجاب حضرتك، ما طلبتش اعجاب حضرتك ولا اعجاب الحريه والعداله ولا اعجاب الاخوان المسلمين. دكتور حجازي، هو حضرتك كأن يعني انا اسفه دي جمهوريه مصر العربيه، حضرتك تتكلم على دوله ثانيه على بلد ثانيه. بقول للاخوان المسلمين هو في ايه؟ انا ما بخافش من الهجوم، ما بيرعبنيش الارهاب. دكتور مراد، لو انت فاكر ان انت هتخش ترهبني فتكسرني فتكسر صورتي قدام الناس، اوعى تكون فاكر كده. ما بخافش يا روح، ما بعدك روح، ما بنخافش. وانا كمان ما بخافش. انا كنت بجيب القلم تحت، كنت نازل احس بالامان تحت المكتب.
انا على فكره مش بخاف خالص من مدام لميس، على فكره دي لطيفه خالص والله العظيم. على فكره السبب ان انا بذيع هنا من وسط البلد مش في مدينه الانتاج، ان انا بحترم يعني عامل حساب بتقي شر بحر. بصوا بخاف مني في الاخر بصراحه. بس اي حد متابع القناه هيعرف ان هي ارق والطف واحده في القناه. بس ليه حضرتك ما تحاوليش تبقي زي مثلا الاستاذه دينا عبد الرحمن او مدام منى عبد الغني؟ اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. ايوه فريال، انا اسفه. ايوه اتفضلي أيوة. يا استاذه فريال، اتفضلي يا فندم. ايوه، اول حاجه نفسي يبقى عندك ساعه صدر زي الاستاذ خيري رمضان. نعم، انا مش سامعاكي. يبقى عندك ساعه صدر. ساعه صدر. ايوه زي استاذ خيري رمضان. صحيح، ليه ما تبقيش زي استاذ خيري رمضان عنده ساعه صدر؟ ده لطيف خالص. راقيه وحنونه ومستوعبه ومسامحه. البلد محتاجه ايديكوا. طبطبت الايد على الايد دي حنينه بشكل جميله. خلونا ايدنا في ايد بعض دلوقتي. يا سلام لو الايد ترجع تطبطب على الايد. انا بس في تلطيف القلوب كده علشان احنا قلوبنا ناشفه قوي. الحب في القلب ما عادش فيها ميه، ما عادش فيها روح، ما عادش فيها زرع، ما عادش فيها طيبه، ما عادش فيها حنان. تعالوا نتجمع ونقف ونعبر عن غضبنا. بقينا وحشين. في يوم من الايام كنا حلوين. يا حنين، تعالى لي يا ابو صدر واسع. استاذ خيري صاحب اكبر قلب في المحطه، صاحب ارق حس في القناه. الفرصه بنت جميله راكبه عجله بدال. مين قال كده؟ ولا مش هو؟ مش هو، لا مش اسامه، لا. استاذ خيري الحقيقه لما بيتكلم العصافير بتغرد، دي ميته. الاشجار بتغني، البيبيهات مشوها بتضحك، قوس قزح بيترسم، والدنيا بتبقى مكان افضل. استاذ خيري بالرغم من نعومته في الكلام الا ان هو وقت اللزوم بيوازي وش تاني خالص. مصر تحترق، مصر بلدي وبلدك بتتحرق. مصر بتتحرق. مصر بتتحرق. مصر بتعرض لصورة مفزعة أقرب إلى العراق منها إلى أي شيء آخر. مصر مستهدفة. مصر بتتحرق. هو السد ده مرة واحدة كده ليه؟ هي مدام لميس كرفت عليك ليه كده؟ وده أكبر سبب إن إحنا ما ننخدعش بطيبة أستاذ خيري. أستاذ خيري صحيح طيب، لكن اتقوا الشر الحليم إذا لا بلاش ده يزعل، بلاش ده يزعل. هينزل الميدان يفتح الجاكيت ونهضه وكده. انتوا اللي مش فاهمين يعني ايه نهضه. معلش يا ريس، هم شعب غير مؤهل. كنا فين؟ اوه استاذ خيري، هاي. استاذ خيري الحقيقه طيوب جدا، لكن الطيبه بتاعت استاذ خيري ما تجيش حاجه جنب الهدوء بتاع نجم القناه الاول استاذ عماد اديب وبرنامجه بهدوء. بهدوء. هل المصريون مصابون بداء الشك تجاه الدولة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه عليكم. نحن نشك في الحاكم، في الدولة، في اتحاد الكرة، في رجال الأعمال، في المسؤولين، في الإعلام، في القضاء، في هيئة سكك حديد مصر. هذا الخبر كان له من استقبله بسعادة وكان له من تشكك فيه. أنا عارف إن حضرتك المفروض تتوجه للمطار عشان عندك رحلة سفر، فبندعو لك بالتوفيق ويعني السفر بسلامة والعودة بسلامة إن شاء الله. السؤال سيدي، هل تعتقد إنه الوضع الحالي، الوضع الدستوري، الوضع القانوني، الوضع القضائي يحمي مصر؟ انا لسه في او تي في. يسري ريم، لا ما تقولي ناس، انا غلط، معلش ناس. زي ما قلت لكم بهدوء. استاذ عماد اديب استحاله تقدر تاثر على تركيزه او المود الهادي اللي بيتميز بيه. مهما نرفزته، مهما خوفته،
يجي المجلس العسكري يقول لي مش هعرضه على الاستفتاء، مش عارضينه على الاستفتاء، يعني مش عارضينه. على فكره انا بتخض لما حضرتك بتخبط على الترابيزه، انا بتخض والله. لا انت لسه شفت حاجه؟ وحتى لو شاف حاجه مش هتفرق معاه، هيتعامل معاها بهدوء. استاذ عماد هو راهب من رهبان الاعلام المصري. مع الأستاذ عماد أديب الهدوء مش مجرد اسم برنامج، ده أسلوب حياة. أنا عارف إن ممكن حد يطلع ويقول إن هو كان بيساند أو بينافق النظام السابق، لكن أقول له أنت اللي مش فاهم، لأنه كان بيعمل كده من خلال تحليل موضوعي. إن الرئيس مبارك في يقيني، وأرجو أنك تكون مصدقني والمشاهدين مصدقين إن أنا مؤمن أنه أهم حاكم حكم مصر منذ عهد محمد علي. ده أنا مصدقك، والناس كلها هنا مصدقاك، والحقيقه مشاهدين، مع ان انا بختلف مع حضرتك في حته صغنطوطه قد كده اهو، ان الرئيس مبارك هو اهم واحد حكم مصر مش من ايام محمد علي بس، لا ده اهم واحد حكم مصر من ايام الملك الفرعوني، لا يا راجل الثالث. الملك ده كان من الاسره القديمه بتاعت حمراء. على فكره الملك لا يا راجل الثالث هو أول من أدخل زراعة القرع في مصر، كما أنه في عهده ازدهر فن التطبيل في مصر برضه. ده تاريخ على فكرة، والله العظيم تاريخ. على فكرة الكلام ده هو تحليل موضوعي ما فيهوش أي مبالغة خالص، زي التحليل ده بالظبط. قرارات اللي اتخذها الدكتور مرسي في 40 يوم بحكم حجمها يوازي 40 سنة في حياة مصر. لا يا راجل بقى، ده كان من احسن الناس اللي حكمت مصر. والله تاريخ على فكره، والله صدقناك برضه، والله ما فيش مبالغه خالص، لان مبارك حكم مصر من 30 سنه مش من 40، فما كانش موجود ساعتها. انتوا فعلا مش عارفين حمراء؟ مش عارفين الاسره دي؟ دي الاسره اللي كانت ما بين الاسره الثالثه واسره ما عرفتكش انا كده، كان هما فعلا مش عارفين الكلام ده؟ للاسف يعني لما يبقى العرض بتاعك بتوزع فيه تذاكر مجاني، مستوى الثقافي بتاع الجمهور بيبقى منخفض جدا يعني. حقيقه يعني، معلش اقروا تاريخ شويه. معلش ساعات الاعلام بيلخبطنا وبنبقى محتاجين اننا كلنا لازم نفهم. ايوه نفهم ايه بالظبط، مش معلش حاجات غريبه دخلت، انا اسف جدا. سوري معلش، اول حلقه وكده. الحقيقه قناه سي بي سي بتتميز ان فيها مذيعين على درجه عاليه جدا من المهنيه والسريه، بس للاسف سي بي سي خسرت واحد من اهم مذيعينها واكثرهم غموضا على الاطلاق. اول ما نقول هذا الحدث في صندوق اسود، ساعات كتير ذهننا يجي في ان اللي معاه مفتاح هذا الصندوق هو واحد فقط، وهو الأستاذ عادل حمودة. كالعادة ما نذيعه من أسرار وأخبار بيكون حديث يعني المجتمع وحديث أجهزة إعلام أخرى، بعده بأيام وبعده بساعات ويمكن بعده بأسابيع. بعده بسنوات، يمكن بعده بشهرين، ما تعرفش. أستاذ عادل حمودة عنده أسرار تخلي المنافسين بتوعه زي أستاذ مصطفى بكري واللواء سامح سيف اليزري يتكسفوا من نفسهم. هو الوحيد اللي بيجي له كل الأسرار ديليفري. هو الوحيد اللي عنده مفاتيح الأسرار وعامل عليها نسخة. هو أول واحد في مصر جرب الماك تشيز كومبو. أستاذ عادل حمودة هو صاحب أهم نظريات المؤامرة في العالم، ومن أهم هذه النظريات أنا صاحب نظرية ولع النور. وأنا صاحب نظرية استغطى ونام كويس، نظرية شد السيفون قبل ما تخرج، نظرية سيبها وعدي خدها يوم السبت، ولع النور. طب انت كنت فين يا راجل طول الصيف ونشتكي من قطع النور والتكييف؟ الموضوع كان سهل خالص، ولع النور. لكن للاسف استاذ عادل حمودة ساب سي بي سي، فهنلتقي معاه في فقرات خاصة جدا هنا في البرنامج في الفقرة الثابتة مع عادل حدودة. بصرف النظر عن النظريات والحواديت،
ما زال اهم حاجه في القناه دي ان احنا كلنا لازم نفهم لازم نفهم لازم نفهم. طب نفهم ايه حضرتك؟ طب قول لنا حاجه الاول بعدين نفهمها يعني. معلش. المهم كان في هنا الحقيقه شخصيه في القناه عاده الواحد بينساها، شخصيه بتعبر عن روح الثوره فعلا. عبد الرحمن يوسف. ابن عمه تمام. الراجل ده بصراحه هو اكتر شخصيه ثوريه جت القناه دي. الراجل ده ما كانش فيه شيء بيهزه، ما كانش فيه حاجه بتوقفه، ما كانش فيه حد ممكن يخوفه. احترم نفسك يا خواجه جون، انا راجل بشنبات ومحدش يقدر يلوي دراعي. ودي كانت اخر مره شفت فيها عبد الرحمن يوسف CBC. توحشنا يا عبد الرحمن. الحاجه الوحيده اللي كان نفسنا نعملها في موضوع عبد الرحمن يوسف دي اننا كلنا لازم نفهم لازم نفهم لازم نفهم. واضح ان العيب فيا، انا اسف. طب نفهم ايه؟ طب اوكي يا فندم حضرتك نفهم ايه بقى؟ لازم نفهم صناعه المخلل في مصر. لو عايز تفهم المخلل او اي نوع تاني من المزات اتفرج على مجدي الجلاد كل يوم الساعه 8 بالليل. الحقيقه اللي لازم نفهمه فعلا مش المخلل، لازم نفهم مين ورا القناه دي. ناس كتير بتتكلم على استاذ محمد الامين ملك القناه، بتقول عليه ان هو عنده فلوس كتير، عنده املاك كتير، وان في غموض حوالين شخصيته. انا الحقيقه قابلته وممكن دلوقتي اكد لكم كل الاشاعات اللي بتقال عليه. هو عزمني في بيته، فلوس بقى، سلفني شويه لبس من عنده، اكلت عنده لقمه حلوه، مطاعم غاليه حبتين، ها، وفي الاخر اتصورت معاه. وزنه زاد شويه. الحقيقه ان انا ما كنتش عارف احدد موقفي من CBC لغايه لما اتاكدت ان شخصين مهمين جدا وقريبين من قلبي هيشتغلوا في القناه ديت. اوه حمزاوي. هي سو كيوت. حتى لما بيركب المترو بتبقى الدنيا احلى. الراجل ده بيغير العالم في كل حته بيروح، حتى لو مترو مرغني. فظيع. ده انت عديت خير رمضان يا راجل. بس برضو وجود عمرو حمزاوي ودين عبد الرحمن بيعدل الموضوع شويتين. كفايه ان انت تبدا يومك بالوشوش الحلوه دي على الصبح، لغه مختلفه، اسلوب مختلف، تفاؤل دائم. هنناقش املنا وهنناقش المنا، هنتكلم على مستقبلنا، ولكن بقدر كبير جدا من التفاؤل. وبنوعدكم مش هنسود الدنيا على الصبح. اخيرا حب التفاؤل. برنامج اسمه زي الشمس، حاجه كده منوره كده، مش كل حاجه سواد سواد سواد. كفايه اخبار كئيبه على الصبح، نفرح شويه. كملي يا دين. هذه الاحتجاجات اللي اخذت شكل عنيف وللاسف الشديد لم تاخذ شكلا سلميا، اتجمع عليه عدد كبير جدا من الشباب، بداوا يكسروا في العربيه بالطوب وبالشوم وبالخشب، وبايديهم بداوا حتى يخلعوا الابواب، وفجاه بدات تولع العربيه، وبالفعل كان في حريق في وسط الميدان من خلال حرق هذه العربيه. ده تفاؤل. امال السواد الحقيقي يبقى ايه؟ تكفينا قوي. لا يا جماعه بصراحه ايه القناه دي؟ يعني بصراحه الشغل هنا واقف عليا بخساره كده كتير، كفايه كده. انا بفكر ان انا اسيب CBC، لا انا مش ممكن اقعد كده يعني لولا ان CBC هي احسن قناه في الشرق الاوسط. انا شكلي ان انا هكمل هنوات في CBC، كفايه ان فيها اقوى فريق اعلامي على الاطلاق. افنجرز انطلق. هم عملوا فيلم على فكره، ده كان المفروض مازنجر صح؟ وعلى فكره بقى في كل دول في شخص بالذات انصحكم ان انتوا تبعدوا عنه عشان زعله وحش. ذوقهم في الالوان واحد شويه، نفس الجاكيته.
اما بالنسبه للبرنامج ده فاحنا بنقدم لكم نوع اخر من البرامج، برنامج بيسخر من واقعنا اللي احنا مش فاهمين منه اي حاجه، بس لازم نفهم. برنامج مش ماشي بمبدا كرسي في الكلوب، برنامج بياخد المواضيع بهدوء عشان الحقيقه واضحه زي الشمس، عشان التفاهم لا زال ممكن. برنامج هيبدا من وسط البلد، من هنا العاصمه. البرنامج بقى خلاص هنا في CBC، وغالبا القناه دي مش هترجع تاني زي الاول. هو على فكره يعني ايه CBC اساسا؟ بعد الفاصل هنجاوب على اهم سؤال بيشغل بال المصريين، هي النهضه فين؟ بعد الفاصل هنلتقي مع فقره النهضه لا تزال في نراكم بعد الفاصل.